بيبي، أهلا بيكم في قناة كلمتين إنجليزي. معانا هتتعلم الإنجليزي من الصفر. الكلمة الأولى please يعني من فضلك. لو قلت هات لي مية شكلك مش ظريف، لكن لو قلت water please أوكي الناس تحبك. مواقف تستخدم فيها please: واحد عايز تطلب حاجة من حد can you help me please. 2 في المطعم one burger please. 3 بتكلم مديرك please send me the file. نطقها please خفيفة كده فيها لباقة، ما تقولهاش وانت متنرفز هات الموبايل please، ده تهديد مش طلب. بدائل لزيادة الأدب: could you please يعني ممكن حضرتك، would you mind هل تمانع. تمرين سريع: كل ما تطلب حاجة في البيت زودها please. عايز كوباية شاي؟ قول شاي please. تاني كلمة وهي you're welcome يعني العفو لما حد يقولك thank you. مواقف تقول فيها you're welcome: واحد حد قالك thank you for your help you're welcome. 2 صاحبك جابلك أكل أنت thank you هو you're welcome. 3 بتخدم حد في الشغل you're welcome. نطقها you're welcome مش you're welcome back. بدائل: no problem يعني مفيش مشكلة، my pleasure يعني بكل سرور، don't mention it يعني ولا يهمك. ما تردش على thank you بكلمة أيوة ماشي، الناس هتزعل منك. تدريب شامل: قول معايا please can you help me thank you you're welcome. موقف كامل: في المطعم you hello one pizza please waiter sure. بعد ما يجيب الطلب you thank you waiter you're welcome. سؤال للمشاهدين: إيه أكتر موقف حسيت فيه إن كلمة please فرقت؟ واستخدمت you're welcome لمين آخر مرة؟ اكتب لي تحت في الكومنتات.